ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده مع بعض حواوشي، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا عملتوا فطار ايه النهارده. انا عملت اكله سهله كده سريعه. انا بحب اعمل في الحواوشي حبه زيت. بحط الزيت على سمنه، ما بحبش احط سمنه بس، زيت بس. بصوا بقى انا عملت الحواوشي ازاي. جبت 3 بصلات، على 3 فلفل او 4 فلفل على قد انت ما تحبي، يعني فلفل سبايسي فلفل عادي براحتك. حطيته في الكبه وفرمتهم مع بعض. ما بحبش احط بصل كتير على اللحمه. 3 بصلات كبار يعتبر، وحطيتهم في الكبه اتعاملوا مع بعض. رحت حطهم، حط عليهم اللحمه، وحطيت عليهم توابل اللحمه بتاعتنا العاديه، وحطيت ملح بقى وفلفل اسمر وكمون والحاجات دي كلها برضو عشان تتعودوا يعني. انا بحب الحاجات الهاديه، ما بحبش احط توابل كتير، ما بحبش احط حاجات كتير تغير الطعم. كده تبقى الحاجات لذيذ كده ناكلها، يبقى احنا حاسين بطعم الحاجه. ماما صايم. انت صايم؟ تعالى قول لهم ان انت صايم. ايه؟ قول لهم ان انا صايم. انا صايم. انت صايم؟ انت اسمك ايه؟ سوري. قول لهم اشتركوا في القناه. تقرأ. شاطر. عايزاكم تشتركوا في القناه اه. وتعملوا لي لايكات كتير. اكلتي. ملناش دعوه بصدى الصوت ده. تشتركوا في القناه كده وتشتركوا وتعملوا لي لايك وكومنتات وشير كتير. قولوا لي بقى تعملوا فطار ايه النهارده. انا قلت ايه، اعمل حاجه سريعه كده عشان الاكل يخلص بسرعه. خلاص بقى اليومين دول يومين تنظيف بقى، عايزين نستعد للعيد، نبتدي ننظف بقى الشقه والحاجات دي. مين بدأ في تنظيف الشقه؟ قولوا لي. رمضان خلص بسرعه قوي، خلص قوي قوي بسرعه. الواحد زعلان ان هو عدى كده بسرعه، معرفش ليه كده الايام بقت بتجري بسرعه كده. الواحد زعلان والله. انا بحب رمضان جدا. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا الحواوشي ازاي، ادوني طريقتكم كده، قولوا لي ازاي نستفاد كلنا من بعض كده. قولوا لي بتعملوا الحواوشي ازاي، اغش منكم يعني. ايه رايكم؟ كل واحد اللي عنده وصفه عنده كده كده يقولها للتاني، نستفيد كلنا من بعض. جبت هدوم العيد ولا لسه؟ انا لسه عماله اخلص في الهدوم لابني. ده اول حاجه طبعا لازم انا اجيب له، اخلص له هو حاجته، عشان ده اكتر حاجه بتتعبني. بس انا ما باخدوش معايا بصراحه، بسيبه عند مامتي، هي على طول يا عيني اللي شايلاه. يعني اروح عندها اقول لها خليه معاكي، بحس ان هو يعني في امان اكتر معاها. ومع اخواتي بصراحه يقعد بقى معاهم، وانا اروح اخلص في حاجتي وارجع اخده واروح بقى على البيت. بس هي ماما بصراحه شايله عني، يعني بتاخده مني ساعات وانا نازله. هو بصراحه بيبقى بيحب القعده مع اخواتي وماما وبابا وكده، هما بيحبوه قوي. هو اصلا بالنسبه لهم حياتهم، لان ده الحفيد الاولاني ليهم. انا اكبر اخواتي اصلا يا بنات، انا صغنونه مش كبيره. قولوا لي انتوا عندكم كام سنه، عندكم كام بيبي؟ خلاص انا كده خلصت، مش هعمل كميه كبيره قوي، وده كمان اغلبيته مش هعمله كله عشان احنا اصلا ما بناكلش في الصيام. هعمل مثلا على قدنا وعيني الباقي. قولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه فطار النهارده. تعالوا بقى نعمل السلطه. ده هندخله الفرن يستوي. قولوا لي بقى جبتوا هدوم العيد ايه وعملتوا ايه والاسعار ايه عندكم. احنا عندنا الاسعار هنا صعبه جدا،
حاجات غالية قوي قوي بصراحة. ربنا يعين اللي عنده طفل واثنين وثلاثة، ربنا معاهم ويقدرهم. انا بقى كل يوم افطر وانزل اكمل بقية هدومي، اسيبه عند ماما طبعا. ربنا يخليها لي هي وبابا واخواتي يا رب، دايما بيوت اهالينا كده مفتوحه لنا يا رب، ويخليهم لنا يا رب. والله هم ما مقصرين معايا خالص بصراحه، ونحن ابني ربنا يخليهم لي يا رب. تعالوا بقى نعمل السلطه. نعمل طبق سلطه كده صغير وبسيط. انا ماليش في السلطه قوي، بس ايه اهو نعملها حاجه جنب الحواوشي كده عشان تاكلنا. الواحد اصلا ما بياكلش خالص في رمضان. عملتوا ايه بقى حلويات في رمضان؟ قولوا لي. انا لسه ما عملتش ولا نوع حلويات خالص، كله بجيبه من بره. وبس اكلت كنافه بيتي، حماتي حبيبتي بعتت لي كنافه طعمها تحفه حلوه جدا بصراحه. حبيبتي قوي برضو، انا حماتي بحبها قوي، لما تعمل حاجه تبعت لي منها. عملت الكنافه بعتت لي منها عشان عارفه ان انا ما عنديش وقت. انتوا عملتوا حلويات ايه بقى في البيت؟ قولوا لي. بفكر ان انا اعمل كنافه او اعمل بلح الشام. قولوا لي انتوا بقى ايه عملتوا ايه حلويات في البيت. بصراحه الواحد بيبقى عاوز يعمل حاجات في البيت نضيفه وما بلاش يجيب من بره والكلام ده، بس مفيش وقت. يعني انا بصحى اصلي واخلص اللي ورايا واروق الشقه وكده واكل ابني، وبعد كده اروح ادخل على الاكل، وبعد الاكل اروح اخلص اللي ورايا، انضف بقيه الشقه وانضف بعد الفطار وكده، وبعد كده انزل اودي ابني عند ماما واروح بقى اشوف انا هعمل ايه بقى. الدنيا طبعا بتبقى زحمه بطريقه يعني وحشه جدا، الدنيا زحمه قوي، الناس كلها بقى نازله تشتري وكده. نعمل كده طبق كنافه بسيط وسهل. تبقى في حدود المعقول، صغيره ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، زي سلطه المشاوي كده. تعالوا بقى نقري البطاطس. تعالوا بقى نقري بطاطس جنب الحواوشي كده عشان تبقى اكله سهله وبسيطه كده معانا. استنى بس الزيت ايه يسخن شويه. وعملنا اهو طبق السلطه، نحط عليه بقى الليمون، نعصر عليه ليمونه، ننزل عليه حبه ملح اهو، نقلبها كده. تعالوا بقى نعمل البطاطس. نحط حبة شطة صغيرين خالص
على السلطة صغيرين خالص عشان يبقى طعمها حلو. كده فطرنا النهارده حلوين اهو. الحواوشي خلص زي الفل، عملنا بطاطس وعملنا سلطة. ايه رأيكم؟ متنسونيش في اللايك والشير والكومنت والاشتراك. باي باي يا حبايبي.